في المؤتمر الصحفي للاسبوع اللي فات لماتش ليفربول وولفز اتسأل يورجن كلوب ايه مستقبل محمد صلاح مع ليفربول. رد كلوب على الراجل اللي سأله وقال له انت اكيد بتهزر، طب يا راجل على الاقل استنى لديسمبر. وهنا الاسئله اللي محتاجه تتسال بجد، هل ممكن يجد جديد فعلا في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول على ديسمبر او يناير الجاي؟ وايه اللي لازم يحصل يخلي محمد صلاح يكمل في ليفربول سنين لقدام؟ ولو اللي لازم يحصل ده ما حصلش، هل مكان محمد صلاح اتحاد جدة الصيف الجاي في 24 ولا في أندية تانية؟ يلا نجاوب على الأسئلة دي، نفس كروي عميق ونبدأ الحلقة. الاتحاد السعودي عرض الصيف ده 100 مليون جنيه استرليني على ليفربول عشان يشتري محمد صلاح، وفي الايام والساعات الاخيره من الانتقالات ما كانش عندهم مانع يوصلوها للدبل، يعني 200 مليون استرليني او اكتر عشان ليفربول يتخلى عن محمد صلاح. دي نص الحدوته. النص التاني هو العرض اللي تم لمحمد صلاح من اتحاد جده. الاتحاد عرض على محمد صلاح انه يقبض 1.5 مليون في الاسبوع بدل ال 350 الف اللي بيقبضهم في ليفربول، يعني تقريبا 4 اضعاف اجره الحالي. وزي ما احنا عارفين في اي قصه انتقالات او اي صفقه بتتم، الحدوته ليها 3 اطراف: النادي اللي بيحاول يشتري، النادي اللي المفروض يبيع، واللعيب نفسه ممثل في ذاته او في وكيل اعماله. وموقف الصفقه الصيف ده كانت متوقفه على وضع ال3 اطراف دول اللي ادى لان الصفقه ما تمتش. لكن في المستقبل القريب مش شرط الاوضاع دي تفضل زي ما هي، وعشان كده صفقه محمد صلاح لاتحاد جده ليها مستقبل من 3 في خلال السنه الجايه. بس قبل ما نتكلم على ال3 سيناريوهات دول، محتاجين نعرف الاول الصفقه ليه ما تمتش الصيف ده، واللي منها هنعرف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل القريب. اتحاد جدة موقفه معروف، سواء كان الصيف ده او يناير الجاي او حتى الصيف اللي جاي. عارفين قيمة حد زي محمد صلاح كنجم عالمي هيضيف كتير قوي للدوري السعودي ويعلي اسهم المسابقة في الوطن العربي كله، ده ناهيك عن الاهتمام اللي هيروح في حتة تانية من المصريين ونسب المشاهدة اللي بتيجي من مصر. تعداد المصريين قوة لا يستهان بيها، وده بيشرح ليه هم قرروا يفتحوا قنوات السعودية الرياضية ببلاش على النايل سات الموسم ده تحت شعار خد فكرة واشتري بكرة. ما هو لازم تتفرج على البضاعة وتشوف النجوم، ويا سلام بعد كده لو بقى فيهم صلاح، وبعد كده بقى لما نخش بالاشتراكات تبقى مقدر قيمة الطلعة دي زي ما بتشترك في بي ان سبورتس وغيره. المهم نرجع لقصة محمد صلاح. القصة زي ما قلنا لو كانت اتقفلت بنسبة 100% الصيف ده، فهي بنسبة تكاد تكون 100% برضو هتتفتح تاني وقريب جدا. وال3 سيناريوهات اللي محمد صلاح هيواجههم في مستقبله القريب هم دول اللي هيحددوا هو رايح اتحاد جدة في رأيي الشخصي امتى، مش هيروح ولا لا. زي ما الانجليز بيسموها it's a matter of when not if. واللي حصل الصيف ده من رفض عرض اتحاد جدة بتفاصيله اللي هحكيها على طول دلوقتي هو بالظبط اللي هيقول لنا ايه هم ال3 سيناريوهات اللي هيحصلوا في المستقبل القريب او في خلال السنه الجايه. ليفربول قال محمد صلاح مش للبيع ولو بكام. الناحيه الثانيه صلاح ما رفضش يسمع عرض اتحاد جدة، وحط تحت دي 100 خط، ما رفضش يسمع، بل بالعكس عن طريق رامي عباس عيسى قعد وسمع وفكر كمان في العرض. ليفربول الناحيه الثانيه كان بالنسبه له الموضوع ما يساويش اي فلوس الصيف ده، لانه ببساطه شديده مش هيلاقي بديل محمد صلاح، فكان لازم يكمل الموسم ده بمحمد صلاح. بس من هنا لحد يناير الجاي او يونيو الجاي في حاجات كتير قوي ممكن تتغير، ومن هنا بنبدا ال3 سيناريوهات. السيناريو الاول وهو ان صلاح يتباع من ليفربول لاتحاد جدة في يناير الجاي، وده سيناريو احتماليات حدوثه ضعيفة جدا جدا. واقول لك ليه؟ لانك ببساطة ما حافظتش على نجم الفريق عشان هو عمودك الاساسي انك تنافس على الدوري وتنافس على اليوروبا ليج او الدوري الاوروبي وترجع لدوري ابطال اوروبا الموسم الجاي، عشان تيجي في الاخر تمشيه في يناير. اما السيناريو الثاني واللي فرص احتمالياته اعلى سنه هو الاتي: صلاح يعمل موسم عالمي وليفربول يعمل موسم عالمي ويكسبوا دوري او دوري اوروبي، وأوب صلاح يروح مجدد له على الاقل سنه كمان في عقده ويمدها باجر اعلى. السيناريو ده مش مستحيل على فكره، بس سيناريو متفائل ولازم حاجات معينه قوي تحصل عشان يتم. اولا ان ليفربول يكسب بطوله كبيره زي ما قلنا وصلاح يعمل موسم ناري. ثانيا ان اداره ليفربول تقرر بعد الموسم ده ان هي تكافئ صلاح وهو بيتم 32 تجدد له تاني، وساعتها تضطر تدفع له اكتر من اجره اللي هو اوريدي ريكورد في تاريخ النادي، ودي مش ارقام ليفربول خالص يا جماعه على فكره. ما بالك بقى كمان انها تبقى بتتحط في لعيب ماشي في ال33. لكن الكوره ما فيهاش حاجه مستبعده، وياما شفنا حاجات مفاجاه، وخصوصا مع واحد عنده طموح وشغف محمد صلاح اللي عنده ولو 20% امل حتى انه يجيب بالون دور في كاريره قبل ما يخلصه. وتخيل كده معايا لو صلاح جاب دوري ولا دوري اوروبي وحقق ارقام ناريه في الموسم ده على مستوى التهديف والاسيستات
وعلى فكره قصه الاسيستات دي حته جامده قوي في تطوره، يعني بين قوسين كده الراجل ده بيجدد نجوميته بشكل جديد يتماشى مع سنه. ممكن ما يديلكش نفس عدد الدريبل والسرعه والترقيص بتاع زمان، لكن قصادها عدد الاسيستات وجوده الاسيستات اللي بقى بيعملها فيها خبره ما كانش يعرف يعملها من سنين قبل كده، يعني بيكبر ويحلو زي ميسي كده. فتخيل معايا بقى زي ميسي برضو يجي على كفر كده وياخد بطولة مع منتخب بلده، في الحالة دي هتكون لصلاح افريقيا اللي جاية، ويحقق موسم عالمي على مستوى النادي. وفي الحالة دي هيكون صلاح الطرف الاول من المعادلة، عمل اللي هو عايزه السنة دي، ويبقى بقى القرار في ايد الطرف الثاني اللي هو ليفربول، هل يجددوا له بارقام اعلى وهو في سن كبير؟ الله اعلم. وعشان كده بقول السيناريو ده محتاج كل حاجة فيه تمشي صح قوي وحلوة قوي، وبعد كده نشوف. عشان كده سيناريو رقم 2 هو مش مستحيل بس صعب. ندخل على السيناريو الثالث والاوقع. صلاح بصفته اسطوره ليفربول فاز معاهم بكل حاجه، مش هكلمك عن ارقامه الشخصيه اللي هو حققها والريكوردز اللي كسرها، لكن على الاقل على مستوى جماعي هو كسب كل حاجه، دوري ابطال، دوري، كاس سوبر، كاس عالم انديه، كؤوس انجلترا، مش فاضل له غير الدوري الاوروبي اللي بيلعب فيه السنه دي، وفي فرصه ان هو يكسبه فعلا. اما على مستوى الدوري فالاوقع ان ليفربول هينافس او يعمل مراكز كويسه في الدوري، وممكن ياخد مقاعد متقدمه لدوري ابطال اوروبا، لكن غالبا مش هيفوز بالدوري الانجليزي. فالسيناريو الاوقع ان احنا نشوف صلاح بينافس على دوري اوروبي او بيرجع بليفربول لدوري ابطال اوروبا، ولكن ساعتها هيكون القرار كالاتي: ليفربول هيكون دور على موهبه بديله في السنه دي، ليفربول هيقرر ياخد فلوس محترمه من اتحاد جده في صيف 24، لان من العبث انه يمشي الاسطوره ببلاش في صيف 25، لا ياخد فلوس محترمه يكون بيها عصب جديد للفرقه، زي بالظبط ما جاب بفلوس كوتينيو صلاح وزمايله. ساعتها صلاح الناحيه الثانيه مش هيرفض العرض، لان ده صلاح اللي ما رفضش يسمع للعرض السنه دي. هو اي نعم ما عملش ترانسفير ريكويست او طلب انه يغادر ليفربول، لكن في نفس الوقت مش ممانع مبدا الفلوس المحترمه، وكده كده هيكون ساعتها صلاح اسطوره النادي، نجمه التاريخي، والراجل اللي كسب مع ليفربول كل حاجه. اما الطرف الثالث اتحاد جده فعرضه هيكون لسه موجود الصيف الجاي.